عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: فقد الأحبة غربة. فما هي الغربة؟ الغربة هي كون الإنسان في مكان مع عدم وجود روابط ما بينه وما بين أهل ذلك المكان. أما الجانب الثاني فهي المصاديق. على غرار هذا التعريف، المصداق الأول للغريب هو المسافر. المسافر الذي يمضي إلى بلد لا يجيد لغة تلك البلدة ولا توجد ما بينه وما بين أهل ذلك المكان رابطة، فإنه يشعر المسافر بالقلق، يشعر بالخوف، لا يستطيع أن يعيش الاستقرار. المصداق الثاني من فقد اهتمام الناس به. قد يكون المرء بين أهله وبين ذويه، ولكن حينما يفقد الاهتمام منهم فإنه يعيش غريبا وإن كان الأهل يحوطون به. ولذلك قد نبتلى نحن بالتقصير. مثلا يأتي الولد لزيارة أمه أو لزيارة والده، وتلاحظ بأنه ينشغل بالموبايل، جسده مع أبيه ولكن العقل والقلب بعيدا عن أبيه وعن أمه. فلو تحدثت الأم قد يكون هذا ذاهل ما ملتفت لحديثها، فحينئذ هذه الأم وهذا الأب يوم بعد يوم يشعر بالغربة بين أبنائه. يقول أولادي ما يجون يستشيروني، أولادي ما يجون يتحدثون معي. القضية مو قضية أكل وشرب وبيت وسكن ويظن الإنسان بأنه قد أدى تمام البر الذي عليه. لا، الاحتياجات المعنوية هي أهم. وبالتالي لما يفقد هذا الإنسان الاهتمام، فلو كان في مجتمعه وبين أهله إلا أنه يشعر بالغربة بينهم. كذلك الفقير. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والمقل غريب في بلدته. مع أن في الوطن لكن فقير وما حد يدري بحاله، فيشعر بالغربة وإن كان في وطنه. المصداق الثالث لهذا المفهوم هو من لم يجد صديقا. الحياة أيها الأحبة مليئة بالمنعطفات، والإنسان يحتاج إلى صديق صدوق نصوح حينما يتعامل معه، مو من باب المصلحة وإنما من باب التكامل. هو يكملني وأنا أكمله، هو يهدي إلي عيوبي. فلان أنت ما ملتفت لهذا الأمر، وبما أنني غير معصوم يلفتني هذا الصديق فيحقق لي التكامل. لكن المرء الذي لا يجد في حياته أمثال هذا الصديق يشعر بالغربة. أنا أفضفض إلمن، أتحدث مع منه،
أشتكي مع من؟ ولذلك الإمام علي يقول: الغريب من ليس له حبيب. سلام الله عليك يا